بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نكمل محاضرات بعد الميد ترم. اتكلمنا قبل الميد ترم عن الاندكسنج وعرفنا الأنواع المختلفة الاندكسنج، واتكلمنا على البي 3 والبي بلس 3، وآخر حاجة كنا ختمنا بيها قبل الميد كان الهاشنج. النهاردة هنكمل الهاشنج وهنشوف حاجات ادفانسد شوية في الهاشنج. أول حاجة بيقول لك static هاش تيبل. هنتكلم النهاردة عن الستاتيك هاش تيبل. يعني إيه static؟ كلمة static يعني حاجة ثابتة. يعني انت مثلا لو عندك array ما تقدرش تعدل على الحجم بتاعها، يبقى حجم الاري بتاعتك static. وهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك allocate الاري ان هي بيبقى فيها one slot for every element you need to store. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لما تطلع القيمة من الهاشنج تروح تحطها في المكان بتاعها في التيبل. ده قصده اللي هو one slot واحدة بس لكل element انت عاوز تخزنه. فهو بيقول لك عشان انت تجيب العنصر دوت بتعمل ايه؟ كنا احنا متفقين بنعمل ايه؟ بنعمل مودولس للكي اللي احنا بتاعنا، بندخله على الهاش فانكشن دي اسمها هاش فانكشن. تمام؟ فانت بتقول الهاش كي مودولس التيبل سايز. هو بيقول لك بتعمل مود للكي على النمبر اوف اليمنتس. يعني كنا بنعمل مودولس للكي مودولس التيبل سايز. لو مثلا قلنا الاري السايز بتاعها 10، فكنا كل كي تعمل له مودولس لل10. فدي الفكرة عشان تجيب ايه؟ عشان تجيب الاوفست في الاري، عشان تجيب المكان بتاعها في الاري. تمام؟ فهو هنا اهوت بنفس الكلام. هو هنا بس بيعمل لك ريكاب عشان يفكرك بس بالهاشنج سريعا. بيقول لك مثلا عنصر 0 مكانه هنا، وهنا اللي في الاندكس 2 مكانه هنا، ودوت مكانه هنا، وهكذا. ده طلع منين؟ ده طلع من الهاش فانكشن. فبيقول لك انت عندك شويه افتراضات اسامبشن، شويه افتراضات. بيقول لك اول حاجه لازم تكون عارف عدد العناصر. تعرف عدد العناصر عشان تحدد حجم الجدول. تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك ان كل كي لازم يبقى يونيك، لازم يبقى كل كي عندك ما فيش تكرار. طب ليه؟ لان لو حصل تكرار، يعني مثلا لو انت عندك كي بواحد وكي كمان بواحد، فانت لو حصل تكرار تحط ده هنا وتحط ده هنا، فحصل مشكله ايه؟ حصل مشكله الكوليجن. فهو بيقول لك خليه يونيك. يونيك زي مثلا عندنا في الداتابيز الحاجه اليونيك زي البرايمري كي اللي هي نوت نال ويونيك الاتنين مع بعض. لو عندك مثلا حاجه يونيك بس مش برايمري كي، زي مثلا نفترض زي الايميل الشخصي بتاع اي حد. تمام؟ دي معلومه بس. ماشي؟ فهو اول حاجه بيقول لك في الافتراض الاولاني بيقول لك لازم تعرف عدد الاليمنتس، عدد العناصر اللي عشان تحدد حجم الجدول. تاني حاجه بيقول لك كل كي لازم يبقى يونيك. تمام؟ بيقول لك ان البيرفكت هاش فانكشن، يعني احسن هاش فانكشن، ان تكون فيها ان الكي الاولاني ما يساويش الكي التاني. ما هو طبيعي، مش هو يونيك يبقى ما فيش كي واحد هيساوي كي تاني. فبالتالي الهاش الاولانيه مش هتساوي الهاش التاني. بس طبعا ده ما بيحصلش. ليه؟ لان ده لو اتحقق فعلا يبقى مش هيحصل حاجه اسمها كوليجن، ولكن هو بيحصل كوليجن. فالشرط التالت دوت مش بيحصل في كل الاوقات. كده كده احنا اتفقنا ان الكوليجن دي موجوده، صعب ان انت تشيلها. فدوت صعب اللي احنا نحققه شويه. فهنا بيقول لك ثلاث افتراضات. اول حاجه تعرف عدد العناصر. تاني حاجه كل كي يكون يونيك. تالت حاجه اللي هي البيرفكت ان هو الكي الاولاني ما يساويش الكي التاني. تمام؟ فقال لك الهاش تيبل، قال لك خد في اعتبارك حاجتين كده. اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما انت تيجي، لو انت مثلا عندك لارج كي، مثلا كي كبير، وانت عاوز تحطه في سمولر دومين، فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت لازم يكون سريع جدا. لازم تعمل يكون سريع جدا. يعني مثلا انا عندي الكي اهو عايز احطه في التيبل ده، لازم بسرعه جدا وتوزع البيانات كويس تحاول تقلل الكوليجن. يبقى اول حاجه لازم تحط في اعتبارك الحاجات دي، اللي انت توزع البيانات كويس. ما احتاجش خطوات كتير. ليه؟ لان انا مستخدم الهاش فانكشن، لان الهاش فانكشن احسن من الاندكسنج في ان هي بتجيب لي المكان مباشره. يعني اول ما اعمل الهاش فانكشن تروح تجيب لي المكان مباشره في التيبل. طب تاني حاجه بيقول لك ازاي تهندل الكوليجن بعد الهاشنج. يعني مثلا لو الاثنين جم في نفس المكان، يعني مثلا انت عندك التيبل اهو وانت عندك المكان ده، والاثنين جم في المكان ده، ازاي تهندل الحته دي؟ ازاي برضو هندل الكوليجن؟ فاحنا النهارده هنتكلم عن الهاش فانكشن، هنتكلم عن الستاتيك هاش سكيم. عندنا شويه سكيما كده هنتكلم عنها. الستاتيك المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الدايناميك. فهو بيقول لك ايه قبل ما نبدا؟ بيقول لك ان احنا مش بنحتاج اللي احنا نشفر الهاش. مش احنا التشفير مش هيفيدنا. فاحنا ما بنحتاجش اللي هو الشا دوت والام دي 5 دوت تبع السكيورتي. فاحنا بيقول لك احنا مش محتاجينه. احنا كل اللي محتاجينه ان احنا عايزين حاجه تكون سريعه جدا وحاجه تقلل الكوليجن. ده كل اللي احنا محتاجينه. حاجه تكون سريعه جدا وحاجه توزع كويس وتقلل الكوليجن ريت. فقال لك هنتكلم عن الاستاتيك هاش سكيما. عندنا ثلاثه ابروتش. اول ابروتش اسمه linear prop hashing،
تاني ابروتش اسمه روبن هود. تالت ابروتش اسمه تشيكو هاشنج. هنتكلم عن كل واحد بالتفصيل. اول حاجه لينير بروب هاشنج، مع من اسمه لينير بروب يعني ايه؟ يعني بيقول لك لو المكان مليان تروح للي بعده على طول. يعني مثلا انت عندك تيبل اهو، تمام؟ فانت عندك الداتا متخزنه اهي وهنا اهو. فهو مثلا العنصر جه هنا، ده العنصر الاولاني اتحط هنا، فالعنصر التاني مكانه جه هنا، فلقيت ده مليان فخش على اللي بعده على طول. ده كل فكره اللينير بروب. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا بنريسولف الكوليجن، احنا اتفقنا ان الثلاثه دول بنحاول نبدا نشوفهم عشان نحاول نقلل الكوليجن شويه. فبيقول لك اللي احنا بنحل الكوليجن باي لينير سيرش. بتعمل طبعا لينير سيرش، مش هو ده لما دخل هنا عملت لينير سيرش ودخلت على بعض على طول، ده اسمه لينير سيرش اللي انت بتمشي واحده واحده. فبيقول لك ايه؟ بتعمل لينير سيرش فور نيكست فري سلوت ان ذا تيبل. الحته المكان اللي احنا بنخزن فيه ده اسمه سلوت. فهو بيقول لك ايه؟ فور نيكست فري سلوت، يعني المكان الفاضي اللي بعديه، تمام؟ وهنا برضو بنفس الكلام. تعال نشوفها بالشكل هنا ده احسن. فاول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك الهاش كي اهو، تمام؟ دي الكيز اللي انا عاوز احطها في التيبل عندي. بعد ما طبقت الهاش فانكشن، هو قال لي اول حاجه، قال لي ان العنصر A مكانه هنا. فانا جيت هنا وحطيت العنصر A. خلاص انا كده حطيت العنصر A. بس خلي بالك، بنخزن الريكورد كامل. يعني ايه بنخزن الريكورد كامل؟ يعني انا ما باجيش اخزن الكي بس، لا ده انا بخزن الكي والفاليو بتاعته. يعني مثلا لو الريكورد في مثلا نيم واي دي وادرس ومش عارف ايه، بتخزن الريكورد كامل. كده انا لما طبقت الهاش فانكشن حط لي الايه هنا، تمام؟ تعالى يلا نطبق كده، احنا خلاص خلصنا الايه. تعالى نخش على البي، نطبق الهاش فانكشن. قال لي البي مكانها فوق هنا، فخلاص انا حطيت البي هنا، والايه كانت محطوطه هنا من المره اللي فاتت، وبرده نفس الكلام بتحط الريكورد كامل، تمام؟ تعالى بقى نطبق الهاش فانكشن على السي. هنيجي نطبقها هنلاقي مكانها بقى في مكان الايه. فهنعمل ايه؟ بالطريقه اللي احنا شغالين عليها اللي هي اسمها لينير بروب، بنعمل لينير سيرش. يعني ايه لينير سيرش؟ يعني اروح للمكان الفاضي اللي بعده، اقرب مكان فاضي بعده. يعني مثلا انا هنا مكاني المفروض السي مكانها هنا، بس في ايه؟ فاشوف المكان اللي بعده، ده انا لقيت المكان اللي بعده فاضي، فاروح احط السي. حطيت السي في اقرب مكان فاضي. اقرب مكان فاضي بعده، مش بنطلع فوق، لا بننزل تحت. يبقى نحط السي في اقرب مكان فاضي بعد الاي، تمام؟ كده احنا خلصنا الاي وخلصنا البي وخلصنا السي. طب تعالى نحط الدي. قال لك بعد ما انت طبقت الهاش فانكشن لقينا ان الدي مكانها مكان السي. مشكله ليه؟ لان السي هنا. فهنعمل ايه؟ نشوف اقرب مكان فاضي، نعمل لينير سيرش ونشوف اقرب مكان فاضي تحته اهو. حطينا الدي هنا، تمام؟ تعالى يلا اللي على الدور الاي، نيجي نحط الاي. قال لك الهاش فانكشن ده كله احنا بنطبق هاش فانكشن، تمام؟ بنطبقه على الكي دي. فالهاش فانكشن بتقول لي انت مكانك فين. فجت في الاي قالت لي انت مكانك هنا. فهنا مشكله ليه؟ لان الاي محطوطه فمش هينفع احطها هنا. طب ننزل لينير سيرش، ننزل واحده تحت. طب لقينا السي مش هينفع برضه. طب ننزل واحده كمان، لقينا الدي مش هينفع برضه. طب ننزل تحت اللي هي كانت فاضيه هنا دي، اللي بعد الدي اللي هي الحته دي، فهنلاقيها فاضيه فهنحطها فعلا. نحط الاي هنا، تمام؟ طب نيجي احنا كده خلصنا دول، نيجي نخش على الاف. فنيجي نحط الاف نلاقيها مكانها هنا مكان الاي. فمش هينفع نعمل لينير سيرش نلاقي المكان فاضي تحت اللي هو كان اخر مكان تحت هنا. طب لو انت مثلا جيت تحط عنصر ولقيت مثلا شاور هنا، فهتيجي تنزل تحت مفيش مكان تحت، فبتروح عامل ايه؟ بتلف وتطلع فوق تاني من الاول هنا. يعني الحته دي، يعني مثلا لو انا جيت احط عنصر ولقيت خلاص مفيش مكان، فبلف واطلع تاني من فوق هنا، تمام؟ طبعا هطلع فوق هنا مش هلاقي مكان هنا واقوم حاطه هنا. ده في حاله مثلا لو في عنصر بعد كده، لو في عنصر بعد كده وجه مكانه هنا، تمام؟ كده احنا اتكلمنا عن الانسيرت. نتكلم عن الديليت لما اجي احذف. تمام، نتكلم عن الديليت. اول حاجه انا عندي الهاش كي اهو. فهو بيقول لك انا عاوز ادلت السي، تمام؟ فعاوزين نحذف السي. فاول حاجه انا هخش عادي. بيقول لك اما انت تيجي تحذف السي دخلت هنا، لا ده مش السي. اخش اعمل لينير سيرش. مش هو انت لما بتيجي تحذف هو عامل طبق على الحذف؟ مش احنا لما بنيجي نعمل انسيرت بنطبق على الانسيرت اسمها ايه؟ بنطبق عليها هاش فانكشن. فهو طبق على الهاش فانكشن على الديليت. فهو قال له لما تيجي تحذف السي بتروح للمكان ده. فما لقاش السي هنا، بينزل تحت لقى السي هنا. فهيعمل ايه؟ هيروح يحذف. حذف السي بقى مكانها فاضي اهو، تمام؟ حذفنا السي بقى مكانها فاضي. بس هنا قال لك في مشكله بقى. قال لك ان الحته دي مشكله، يعني العلامه دي مشكله ليه؟ لو على سبيل المثال لو انا مثلا جاي اعمل لينير سيرش وبدور فوصلت للايه، فانا هاجي ابص تحت مش هلاقي حاجه، فانا هوقف مع ان في عناصر تحت، بس انا المكان ده فاضي فانا هفتكر ان مفيش حاجه تحت. فقال لك اما تيجي تحذف
بلاش تعمل كده. قال لك في حاجه، اول حاجه، اول عندك اتنين ابروتش. اول ابروتش اسمه تومب ستون. يعني ايه تومب ستون؟ يعني بتحط علامه ان هو المكان دوت، المكان ده انا عملت له ديليت، اللي هي العلامه دي، العلامه دي اللي هو العلامه اللي عامله كده دي، دي ايه؟ دي اسمها ايه؟ تومب ستون. تومب ستون دي بتحط علامه ديليتد، بحيث مثلا لما انا اجي اعمل لينير سيرش عن الايه، ومثلا بعمل لينير سيرش عن اي حاجه، وجيت دخلت هنا، ده هيقول لي ان هنا في عنصر محذوف، بس هو انا عامل علامه هنا ان هو ايه، ان هو مش فاضي حقيقي، يعني علامه ديليت، خلاص اروح اكمل على اللي بعده عادي. انما فوق ما كانش بيكمل. تمام. فده اول ابروتش، تعمل تومب ستون. طب تاني ابروتش، تعمل موفمنت. يعني ايه؟ اشفت العناصر. يعني اطلع الدي هنا، تمام، واطلع الاي مكانها، واطلع الاف مكانها. طبعا ده هيبقى مكلف برضه، اللي انت تشفت العناصر. يعني اهو قال لك شفت العناصر اهو، عملت موفمنت، عملت موفمنت. تيجي تدور على الدي، تخش على الايه، تخش تعمل لينير سيرش، تلاقي الدي على طول. تمام. ده كده بالنسبه للديليت. هنا هو بيقول لك لو انت تيجي تدور بتعمل لينير سيرش عادي، نفس الكلام. هو بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك في الاول خالص لما جينا طبقنا الهاش فانكشن، كنا قلنا ان الاف مكانها الاصلي فين؟ مكانها الاصلي كان هنا. فاكرين؟ يعني مثلا لما انا جيت اعمل انسيرت للاف، فين الانسيرت؟ مش لما جينا نعمل انسيرت للاف كان شاور هنا؟ فهي رجعت لمكانها الاصلي فعلا. بيقول لك ان الاف رجعت لمكانها الاصلي. طب الاي؟ لا، الاي ما رجعتش لمكانها الاصلي، لان الاي لما كنا عملنا انسيرت كانت جت هنا وقعدنا ننزل تحت. طب الدي؟ ده الدي رجعت لمكانها الاصلي. فبيقول لك بعد ما انت عملت ظبطت الحاجه دي، الاف رجعت لمكانها الاصلي والدي رجعت لمكانها الاصلي. تمام. بيقول لك في حل حلو برضو، بيقول لك هنا شويه يعني ايه، زي انهانس كده. بيقول لك بدل ما البي لوحدها فوق كده، بيقول لك نزلها وخليها هنا تحت هنا. فده بيقول لك انهانس، يعني تحط البي هنا بحيث ان العناصر كلها تبقى متركزه في المنطقه دي. تمام. احنا كده اشتغلنا على ايه؟ اشتغلنا على اليونيك كي، اللي هو الكي مش بيتكرر. بس بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك طب لو اشتغلنا على النون يونيك كي، اللي هو ممكن يتكرر كذا مره، نون يونيك كي. فهو قال لك عندك اتنين تشويس. التشويس الاولاني انت تعمل سيبريت لينكد ليست. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي اكس واي زد وعندي اي وبي وسي، وانا متوقع ان ده هيتكرر وده هيتكرر. فقال لك اعمل ايه؟ قال لك هتعمل ليسته هنا، ده للليسته للاولانيه دي، وليسته للتانيه. بس انت متوقع ان دي هتكرر هنا الفاليو واحد اهي، وادي الفاليو واحد اهي، وادي الفاليو اتنين، وادي الفاليو اتنين. انت متوقع ان هو ايه؟ هيحصل دبليكيت، هيحصل تكرار. هو بيقول لك تعمل سيبريت، يعني مثلا تعمل ليست اهي وليست اهي، وكل كي يشاور على ليسته معينه. بس قال لك دي فيها مشكله، لما تيجي تعمل سيرش، لما تيجي تعمل لينير سيرش هياخد منك وقت اكتر، والسايز هيبقى اكبر. يعني كل ما العناصر تعمل لها دبليكيت السايز بتاعها هيزيد. فقال لك هياخد وقت اكتر وسايز اكتر، لان انت لما تمشي في اللينكد ليست تقعد تمشي لينير سيرش، فانت كده ما عملتش حاجه. قال لك عندك تشويس تاني، ريدندنت كي. يعني ايه ريدندنت كي؟ يعني انت تعمل تيبل كده مثلا، وتعمل تجمع كله في تيبل واحد. يعني مثلا انت عندك اكس واي زد اهو والفاليو واحد، وعندك اكس واي زد اهو وفاليو 2، اكس واي زد وفاليو 3، فالكي عمال يتكرر اهو، وعندك اي بي سي والفاليو برضه. فقال لك دول اتنين تشويس لو انت عندك نون يونيك كي. يبقى التشويس الاولاني سيبريت لينكد ليست، التشويس التاني ريدندنت كي. وفي هنا كيس اهيت، بيقول لك ايه؟ تعالى كده نشوف الكيسه دي. بيقول لك ليتس وي سي ان احنا عندنا الداتا دي، عندنا مثلا الكي عندنا 15 22 15 15 29. يبقى احنا كده ايه؟ الكي هنا نون يونيك. ليه؟ لان هو عمال يتكرر، ادي ال 15 اهي، وادي ال 15 اهي، وادي ال 15 اهي. فانا اروح اعمل ايه؟ هو طبق هنا الهاش فانكشن، تمام. فقال لك الكي مودولس ال 10، فهنقول 15 مودولس ال 10 هيطلعوا لي فين؟ هيطلعوا لي في الباكت رقم 5. تمام. طب ال 22 طلعوا لي في الباكت رقم 2. فاكرين الباكت اللي هو كنا بنخزن فيها واللي هي الفيكسد؟ تمام. تمام. ال 15 دي برضو ما هيطلع لي في نفس المكان الخمسه، وال 15 دي في الخمسه. فهنيجي هنا بقى نخزن في ادي الباكت اهو. تمام. فهنيجي مثلا احنا عندنا الباكت رقم 2 كان فيها 22 اهي، الباكت رقم 2 اهي فيها 22، دي ما فيهاش مشكله. والباكت رقم 9 تحت اهي فيها 29. نيجي بقى للمشكله، الباكت رقم 5. فنيجي للباكت رقم 5 هنلاقي ان هو مخزن ايه؟ مخزن ال 15 الاولانيه دي اللي هي دي، اللي هي 15 وايه 101، ومخزن ال 15 التانية 15 وايه 102، ومخزن ال 15 التالتة وايه 103. فهنا هو عمل ايه؟ اكنه مخزنهم كده في لينكد ليست اهو، شايف السهم ده؟ فهو عمل هنا الابروتش الاولاني اللي هو عمل لك ايه؟ عمل لك زي لينكد ليست كده، وعملهم ثلاثه في لينكد ليست. فاتذكر في المحاضره اللي احنا بدل ما نعمل الحل ده في حاجه اسمها نعملها جروبنج. يعني ايه جروبنج؟ يعني انت ال 15 ما تكررهاش، يعني انت تحط 15
وتعمل جروب لباقي العناصر، تفتح قوس كده وتحط الثلاث حاجات دول. دي اسمها ايه؟ دي اسمها جروبنج. يعني بدل ما تقعد تقول كل شويه 15 15، لا ده انت تحط ال 15 مره واحده، طبعا هتبقى قدام الخمسه، وتفتح قوس وتعمل جروب بقى، تجمع الثلاثه دول في جروب واحد. فبدل ما تكرر 15 تعمل حاجه اسمها جروبنج. تمام؟ كده احنا خلصنا اول طريقه اللي هي لينير بروب. تمام. نخش على تاني طريقه اللي هي اسمها روبن هود. روبن هود ديت مشهوره قوي، اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت الغني والفقير. يعني ايه؟ يعني بيقول لك انت هتتعامل مع المكان المفروض يتحط فيه والمكان الجديد. يعني ايه برضو؟ بيقول لك انت بتشتغل على الديستانس، بتشتغل على المسافات. برضو مش فاهم. بيقول لك اللي انت بتقول ايه؟ بيقول ان الهاشنج بيسرق من الريتش ويحطه في البور. مش هنفهم من النظر ده، تعال نشوف المثال. اول حاجه احنا قلنا بنتعامل مع ايه؟ بنتعامل مع المكان المفروض يتحط فيه والمكان الجديد اللي هيتحط فيه. تعال نشوف. اول حاجه هنطبق نفس الكيسه بس على باستخدام روبن هود. روبن هود هاشنج. ماشي. اول حاجه بيقول لك انت عندك التيبل اهو A B C D، وهنطبق اول حاجه الايه، فمكانها جه هنا. بس لما باجي اخزن بعمل ايه؟ بحط له اندكس زيرو. يعني ايه زيرو دي؟ معنى كلمة زيرو يعني ده معناها ده المكان الأصلي اللي هو المفروض يتحط فيه واتحط فعلا فيه. تاني، لما أنا جيت أطبق الهاش فانكشن على الإيه، فهو قال لي أنت مكانك هنا. طب أنا لما جيت أحطه حطيت كده ما بين قوسين كده، حطيت زيرو. إيه معنى زيرو دي؟ معنى زيرو ده المكان الأصلي المفروض إن الإيه تتحط فيه وفعلا اتحطت فيه. تمام. تعالى كده نحط البي، نفس الكلام. البي قال لك زيرو لان ده المكان الاصلي المفروض يتحط فيه وفعلا اتحط فيه. تعالى بقى نشوف المشكله. هنيجي نحط سي هيقول لك ان السي مكانها هنا. فبنعمل ايه؟ قال لك هنقارنهم مع بعض. انت اول حاجه عندك الاي الاصلي ادي مكانها A اوف 0 اهو. فقال لك ان السي مفروض مكانها الاصلي اللي يتحط فيه C اوف 0. فتبدا تقارنهم ببعض. A اوف 0 ايكوال C اوف 0. في حاله الاثنين متساويين بتعمل ايه؟ بتخلي الجديد اللي جاي هو اللي يتنقل وينزل تحت. يعني ايه؟ يعني الجديد اللي هو السي دوت يتنقل وينزل تحت، هينزل تحت هنا. بس هنعمل ايه؟ بدل ما هيبقى 0 هيبقى 1. ايه معنى كلمه 1 دي؟ قال لك عشان هو اتنقل بمقدار واحد عن المكان الاصلي المفروض يبقى فيه. لا انا مش فاهم، فاهمني تاني. نقولها تاني. اول حاجه احنا قلنا السي لما نيجي نحطها الهاش فانكشن قالت لك روح للمكان ده، فانا رحت للمكان ده لقيت الايه. فبالطريقه روبن هود بيقول لك ايه؟ بيقول لك بتبدا تستخدم الديستانس. يعني ايه الديستانس؟ يعني انت بتقول ان الاي اوف 0، الزيرو ده ان الايه ده المكان الاصلي اللي المفروض يتحط فيه واتحط فيه. طب السي اوف 0 قال لك السي اوف 0 ده المكان الاصلي المفروض السي كان يتحط فيه، بس حاليا احنا في ايه، في ايه محطوطه. فهنقارنهم مع بعض. قال لك في حاله ان الاتنين متساويين بتعمل ايه؟ بتخلي الجديد اللي هو جاي عليك اللي هو السي ينزل تحت. بس لما تنزله تحت بتغير الزيرو، تغير الزيرو دي وتخليها واحد. ليه؟ لان انت نقلته بمقدار خطوه عن المكان الاصلي اللي المفروض كان يبقى فيه. تمام؟ تمام. تعالى كده نشوف. كده احنا خلصنا الاي وخلصنا البي وخلصنا السي. تعالى نشوف الدي. فهنيجي نحط الدي هيقول لك ان الدي مكانه هنا. تيجي تشوف تلاقي ان محطوط سي، تبدا تعمل ايه؟ ابدا اقارن. فانا عندي السي اوف واحد. تمام. والدي مش الدي هيبقى ايه؟ دي اوف زيرو. ليه؟ لان الدي المفروض المكان الاصلي اللي كان يبقى فيه بس هو ما اتحطش فيه، بس انا هبدا اقارنه. فانا عندي دي اوف زيرو اهو. فالدي اوف زيرو هقارن الاتنين ببعض. قال لك في حاله الاختلاف الكبير بيفضل مكانه والصغير بيتنقل. ففي حاله الاختلاف ادي السي اهي، السي فضلت مكانها، والصغير اللي هو الدي يتنقل ينزل تحت. بس خلي بالك الدي هيتنقل بمقدار واحد. مش هو هنا كان دي اوف زيرو؟ اما ينزل تحت هتزود مقدار واحد هيبقى دي اوف واحد. تمام؟ تمام. نيجي بقى للاي. دي بقى ايه؟ الاي مكانها هنا. فنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نطبق شويه حاجات. اول حاجه اي اوف زيرو دي ثابته زي ما هي. الاي في مكانها الاصلي اللي كانت المفروض تبقى فيه اي اوف زيرو. نبدا نقارن. قال لك في حاله التساوي بتعمل ايه؟ بتخلي الجديد اللي جاي هو اللي يتنقل. يبقى مين اللي هيتنقل؟ الاي، لان الاي هو الجديد، هو اللي داخل جديد. فالاي تنزل تحت، بس خلي بالك الاي هتنزل تحت هتزيد واحد. ليه؟ لان انت نقلتها عن مكانها الاصلي بمقدار واحد، فهتبقى اي اوف واحد. طب هتبدا تقارنها هتلاقي السي، فالسي هنا سي اوف واحد. نفس الشرط في حاله الاتنين متساويين بتخلي الجديد هو اللي ينزل تحت. فاهم؟ مين الجديد هنا؟ هيبقى الاي. فالاي هتنزل تحت، بس خلي بالك الاي كانت واحد، فانت كده عمال تزود عنها بمقدار واحد، فهتبقى اي اوف اتنين. مش هي هنا كانت اي اوف زيرو؟ مكانها الاصلي هنا، نزلت هنا بقت اي اوف واحد، تنزل هنا تبقى اي اوف اتنين.
فهنا تبقى ايه وفي 2، وهنا انت عندك دي وفي الواحد، فتبدا تقارن. قال لك في حاله الاختلاف الكبير يفضل مكانه والصغير 2، يبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ يبقى هنا هيجي الاي هنا والدي تيجي هنا. تعالى كده نشوفها اهي، ادي الاي جت هنا اهي والدي نزلت تحت. هي كل الفكره بس اللي انت بتقارن المكان الاصلي والمكان المفروض يبقى فيه. تمام. تمام. تعالى كده نشوف دي برضو. قال لك الاف، فالاف هنيجي نحطها هنلاقي ان في دي، فنبدا نبدا نعمل ايه؟ نبدا نقارن. بتقارن بالمكان الاصلي باللي موجود. هنقارن اف اوف 0 ليه؟ لان ده قال لك ده مكانها الاصلي، انما الدي هنا ده دي اوف 2. ففي حاله الاختلاف بتعمل ايه؟ الجديد ينزل تحت، فهتنزل الاف تحت، بس خلي بالك هتنزل بمقدار واحد. ليه؟ هي فوق كانت 0، فانت لما تنقلها تحت انت نقلتها بمقدار واحد، فهتبقى اف اوف واحد. يبقى انت كده عملتهم، اشتغلت بطريقه اسمها روبن هود. روبن هود. تمام. نخش ندخل على اخر طريقه اللي هي اسمها التشيكو هاشنج. يعني ايه التشيكو هاشنج؟ قال لك التشيكو هاشنج ديت بتشتغل على مالتيبل هاش تيبل with different هاش فانكشن. يعني ايه؟ احنا كل المرات اللي فاتت كنا بنشتغل على هاش فانكشن واحده وهاش تيبل واحد. قال لك انت عندك هنا يبقى عندك 2 هاش تيبل و2 هاش فانكشن. يعني ايه برضو؟ قال لك ان دي دايما او في واحد لان هي لوكيشن واحد برضو. تعالى برضو نسيبك من الكلام النظري ده ونخش على الجزء العملي. اول حاجه اللي تشيكو هاشنج، قال لك انا بشتغل على ايه؟ بشتغل على هاش فانكشن اولانيه وهاش فانكشن تانية. يبقى انا عندي ايه؟ عندي 2 هاش فانكشن وعندي 2 تيبل، ادي تيبل اولاني وادي تيبل تاني. فتعالى كده واحده واحده. هنبدا نعمل انسيرت للايه. فاول حاجه اعمل انسيرت للايه، فاول حاجه ادخل الايه على الهاش الاولانيه. تمام. ادخل ايه على الهاش الاولانيه، فقال لي ان مكانها هنا. خلاص تمام. دخلتها على الاولانيه قال لي ان مكانها هنا. خلاص تمام. ندخل البي، نيجي نعمل كده. انا عملت انسيرت للايه، تعال نعمل انسيرت للبي. فهنيجي نطبق البي نعملها على الهاش الاولانيه، هيقول لك ان مكانها مكان الايه. فدي مشكله. نعمل ايه بقى؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا 2 هاش فانكشن، فنروح مطبقين على الهاش فانكشن الثانيه. فلما اطبقها على الهاش فانكشن الثانيه هيقول لي ان مكانها هنا. مكانها فين؟ مكانها في التيبل التاني. فنيجي نحطها هنا، حطيناها في مكانها. يبقى احنا كل اللي عملناه دلوقتي عملنا انسيرت للايه، طبقنا عليه الهاش الاولانيه فجاب مكانه هنا. عملنا انسيرت للبي، جينا نطبق عليه الهاش الاولانيه قال لي مكانه هنا. فحصل مشكله. نيجي نطبق ايه؟ نطبق التشيكو هاشنج، نعمل هاش بالهاش الثانيه، نعمل هاش للبي بالهاش فانكشن الثانيه. فقال لك مكانه هيبقى في التيبل الثاني، هيبقى مكانه هنا. تمام. لحد دلوقتي مفيش مشكله. ليه؟ لان كل قيمه اتحطت في التيبل بتاعها وفي مكانها. نيجي بقى نحط السي. فاحنا لما بنيجي نحط بنمشي بالترتيب، بنطبق الهاش الاولانيه بعد كده الهاش الثانيه. تمام. نيجي نحط السي. تعال نطبق الهاش الاولانيه، قال لك مكانه هنا مكان الايه، مش هينفع. طب نيجي نحط في الهاش الثانيه، نطبق الهاش الثانيه، قال لك مكانه هنا برضه. فدي مشكله. ليه؟ لان انت جيت تحط في الاولاني لقيت مكانه في ايه، جيت تحط في الثاني لقيت مكانه في بي. فقال لك تبدا تطبق ايه؟ ابدا اطبق الكونسبت بتاع التشيكو هاشنج. يعني اللي هو ايه؟ اللي هو بيقول لك اللي انت لما تيجي تعمل انسيرت للسي بتشيل القيمه دي، القيمه اللي هي البي دي، وتحط السي مكانها. فانا عملت ايه؟ شلت القيمه اللي هي كانت بي وحطيت السي. مش احنا لما جينا نطبق الهاش التانية لما جينا نطبق الهاش التانية قال لك مكانها هنا، فخلاص شيل البي وحط السي. وبتعمل ايه؟ وبترجع تحط البي. مش احنا لما طبقنا الهاش الاولانيه لقينا ان البي كان مكانها هنا، فالبي ترجع مكانها. يبقى انت عملت ايه؟ عملنا ايه تاني؟ السي لما جينا طبقنا الهاش التانية قال لك انا مكاني هنا بس في بي. بس هنيجي نطبق التشيكو هاشنج دوت، قال لك بتعمل ايه؟ قال لك بتشيل البي دي وتيجي تحط السي. مش السي قال لك مكانها هنا، حطيت السي. والبي لما كنا مطبقينها في الاول خالص قال لك ان هي مكانها هنا فحطها هنا. طب الايه بقى احطها فين؟ قال لك الايه بتطبق عليها الهاش فانكشن الثانيه. احنا كل اللي احنا طبقناه طبقنا هاش فانكشن اولانيه بس على الايه. انا بتكلم عن الايه. طب ما تيجي نطبق هاش فانكشن الثانيه على الايه، فمكانها هيبقى هنا. دي كل طريقه التشيكو هاشنج. تعالى كده نشوف الجزئيه الاخيره دي لان دي اللي فيها لخبطه شويه. انا بعد ما خلصت عملت انسيرت للايه، الايه جت هنا. وبعد ما عملت انسيرت للبي، البي جت هنا. فجيت عاوز اعمل انسيرت للسي، فالسي هنطبق مره هاش فانكشن اولانيه ومره هاش فانكشن ثانيه. فجيت اطبق الاولانيه قال لي انت مكانك هيبقى مكان الايه فمش هينفع. طب جيت اطبق الثانيه قال لي انت مكانك هيبقى مكان البي فمش هينفع. فالتشيكو هاشنج بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان اللي جاي جديد اللي هو السي تحطه في الهاش في هنا في التيبل ده. فانا احطه، فانا كده شلت البي
طب البي لما كنا طبقنا عليها الهاش الاولانيه كان مكانها فين؟ البي لما كنا طبقنا عليها الهاش الاولانيه اللي هي دي كان مكانها المفروض يتحط هنا. فانا هحط البي هنا في مكانها اهي. يبقى انا كده حطيت السي هنا وحطيت البي هنا. طب كده انا هيتبقى لي الايه؟ هرميها في الشارع يعني؟ لا. هقول لك اللي احنا الايه كنا طبقنا عليها الهاش الاولانيه بس ما طبقناش عليها الهاش الثانيه. طب ما تيجي نطبق عليها الهاش الثانيه كده. نيجي نطبق عليها الهاش الثانيه فطلع المكان بتاعها ده هنا. خلي بالك ان كل الهاش اللي بتطبق دي هي عباره عن فانكشن وبتقول لك روح للمكان ده. فانت لما طبقت على الايه قال لك قال لك ده مكاني هنا، انا مكاني هنا بس. قال لك بقى ايه؟ قال لك في بعد كده احنا خلصنا الاستاتيك، كده خلصنا كل حاجه تخص الاستاتيك. قال لك البريفيوس هاش تيبل قال لك بتتطلب ان الدي بي ام اس ان هو يكون عارف عدد العناصر اللي هو عاوز يخزنها. ليه؟ لان انت عندك استاتيك، فانت يا اما تقول لي الاري من 10 عناصر يا اما مش هتعرف تحل. فبيقول لك انت لازم تكون عارف عدد العناصر. فقال لك دوت بيحتاج ان انت تعمل otherwise it has rebuild table. لو انت عاوز تعمل جرو او شرينك للسايز فانت هتعمل ريبيلد للتيبل. فقال لك ان الاستاتيك يعني مش احسن حاجه. فقال لك نبدا نفكر في ايه؟ الدايناميك. ما هو عكس الاستاتيك دايناميك، عكس الثابت متحرك. فنبدا نفكر في الدايناميك. قال لك في الدايناميك في عندك حاجه اسمها التشيند هاشنج وعندك حاجه اسمها الاكستنبل هاشنج واللينير هاشنج. تعالى كده نشوف التشيند هاشنج دي. قال لك التشينج هاشنج ديت يعني ايه؟ قال لك ان انت بتعمل لينكد ليست عباره عن باكتس. فاكرين الباكت اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده في الهاشنج؟ اللي انت عندك باكت مثلا، الباكت دي الباكت كل باكت عباره عن فيكسد سايز بس انت بيبقى عندك اكتر من باكت. فهو قال لك ايه؟ قال لك عشان تحل ريسولف الكوليجن قال لك هتعمل كل العناصر اللي هي بنفس الهاش كي في نفس الباكت. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا انت عندك كل العناصر اللي بنفس الكي حطهم في نفس الباكت. عندك باكت تانية فيها كل العناصر اللي في نفس الكي. طب تعالى كده نشوف الشكل اهو. بيقول لك انت عندك الهاش اهي. فانت عندك باكت اهي، عندك مجموعه من الباكت. فانت الباكت الاولانيه دي بيبقى فيها كل اللي هم فيها كل الهاش كي اللي هم نفس الهاش كي. مش هو بيقول لك هنا كل العناصر اللي هي والسيم هاش كي في نفس الباكت. وهنا برضو ادي الباكت اهي وادي الباكت اهي والباكت دي بتشاور على باكت تاني وهكذا بقى. الباكت دي تشاور على ودي اسمها ايه؟ دي اسمها باكت. قال لك ان الباكت برضو ممكن يعني ممكن يبقى دي باكت اهي ودي باكت اهي ودي باكت اهي. فانت كده بتعمل بالباكت ايه؟ بتعمل لينكد ليست. بتعمل لينكد ليست بالباكت. فانت بتعمل اكتر من باكت عندك. تمام. الاكستنبل هاشنج دي هنتكلم عنها المره الجايه تقريبا يعني. فقال لك الاكستنبل هاشنج دي اللي انت بتعمل زي حاجه اسمها اكستنبل، يعني بتعمل اكستنبل للهاشنج عندك. تمام. تمام. الاكستنبل هاشنج ديت قال لك ايه؟ قال لك بدل ما انت تقعد تعمل لينكد ليست كده فقال لك انت بتعمل سبليت. بتعمل سبليت للباكت instead of letting linked list grow. يعني مثلا انت كل شويه هتقعد تعمل هنا، كل شويه تقعد تعمل باكت، كل شويه تقعد تعمل باكت، فهتوصل لفين؟ فقال لك انت بتعمل سبليت. بتعمل سبليت للباكت. ده تقريبا دي هنتكلم عنها بالتفصيل المره الجايه. يبقى كده احنا اتكلمنا النهارده عن ايه؟ اتكلمنا عن 3 حاجات. اتكلمنا عن اول حاجه اللي هي اللينير، اللي هو اللينير بروب. ايه فكرته؟ اللينير بروب اللي انت بتمشي لقدام. انت مثلا تيجي تخزن حاجه ما تلاقيش مكان فبتنزل لتحت. فهو ميزته ان هو سهل بس مشكلته ان هو بيعمل كلاسترنج. يعني ايه كلاسترنج؟ يعني تلاقيهم كلهم متجمعين في مكان واحد. تمام. الروبن هود قال لك الروبن هود بتعمل حسب الجامب، يعني بتعمل سواب. مش احنا كنا كل شويه بنقارن يا اما بيساوي يا اما اكبر يا اما اقل. فانت بتبدل بس حسب الجامب. قلنا اللي بيبقى في مكانه الاصلي بتديله اللي هو زيرو. طب لو هو نزل عن مكانه بتزوده بواحد. قلنا في حاله الاتنين متساويين اللي جاي جديد هو اللي ينزل. تمام. طب قلنا ميزته ان هو متوازن بس هو معقد شويه. قال لك التشيكو هاشنج دي بيبقى عندك مكانين، بيبقى عندك هاش فانكشن اولانيه وهاش فانكشن تاني. بيبقى عندك تيبل اولاني وتيبل تاني. مثلا انت عندك دي تيجي هنا ودي تيجي هنا. ولو حاجه تالته فتبدا بقى ايه؟ تبدا تشوف تحطها هنا وترجع دي مكانها دي وتجيب دي هنا. فقال لك ان هو سريع جدا بس ممكن يحصل لوب. يعني مثلا لو دي ما لقيتش مكانها هنا فهتقعد تلف، تقعد تلف حوالين نفسك فهيحصل لوب. ودي كانت محاضرة النهاردة وإن شاء الله تكون بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.